السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، أنا عارف إن حضرتك بتحب الاختصارات وعايز تجمع مع ابنك ليلة الامتحان كل اللي فات، علشان كده جبت لك أهم التركات. ركز معايا كده في الوحدة ال11 كان بيكلموا بس على 3 أشكال. لو قلت لابنك كده أو لو سألت حضرتك ده كده أعمدة. أما لو سألتك إن إحنا بنقارن بين مالك والسيد القيمة العظمى والقيمة الصغرى حب الأولاد لمادة الرياضيات أو مادة العلوم، فدول حاجتين أو مجموعتين، فبنسميها أعمدة مزدوجة. أخيرا اللي بيعتمد على خط الأعداد وعليه علامة النقاط وليه مفتاح اسمه الشباب بتاعتنا اللي بتفكر اسمه ايه؟ تمثيل بياني بالنقاط. كده أولياء الأمور ركزنا إن ده اسمه الأعمدة. الأعمدة بيعتمد بس على مجموعة واحدة وبيقارن ما بينهم، والطالب بس مجرد إنه يشوف الرقم سواء 5 أو 3 هيعرفه. ده اسمه أعمدة مزدوجة. أعمدة مزدوجة، وده سهل وبقارن ما بين مجموعتين أو حاجتين، يعني السيد بيحوش كام وسماح بتحوش كام، قيمة الحرارة العظمى أو الصغرى. في الاختبار هيجيب له عمود بلون والعمود التاني بلون مختلف، وهيقول له مثلا إن اللون الأبيض وليكن يخص القيمة الصغرى واللون الأصفر يخص القيمة العظمى، عشان لو قال له أي حاجة يعرف الطالب يوصل لها. آخر حاجة اللي فيه خط الأعداد، هو سموه خط عشان ده شبه الخط المستقيم هناخده بعد شوية، وفيه أعداد مكتوبة. هيقول له ايه اكتر عدد اتكرر؟ هيقول له الثلاثة. اقل عدد اتكرر هو الاثنين. عدد الطلبة اللي اشتركوا المفروض هيعد دول 1 2 3 4 5 6. كم طالب وصل مثلا 2 كيلو فاكثر، فلازم اكثر يعد مين؟ ال 2 كيلو وال3 كيلو، يبقى طالب 2 3 4 5. ده اسمه تمثيل البياني بالنقاط، بستخدم فيه النقاط. كلمة تانية مهمة دايما بيسألوا عليها ان المحور الافقي والمحور الرأسي اسمهم محاور، لازم يسموا محاور. هنا دايما بيكون تحت حاجة اسمها مفتاح، يبقى المفتاح موجود في النقاط، المحاور موجودة في الأعمدة والأعمدة المزدوجة. اللي بيقارن ما بين مجموعتين أو شيئين اسمه الأعمدة المزدوجة، درجة حرارة وعظمى، حرارة صغرى وعظمى، دي المزدوجة. كده أهم النقاط المتكررة في صفحة واحدة في الوحدة ال11 كان بيكلموا عن أهمية التمثيل البياني في حياتنا، إنه بيسهل علينا. أعمدة عمود واحد بس اللي واقف، أعمدة مزدوجة 2 متلاصقين وبقارن ما بين مجموعتين، لو قال له مجموعة واحدة هيختار الأعمدة. والنقاط تحتوي على مفتاح، هيجي يقول له يا ترى كل ده من ضمن التمثيلات محور أفقي، محور رأسي، وممكن يكون لها عنوان، ممكن يكون لها محاور، دي كله من أساسيات التمثيل البياني، بس مفيش كلمة صور. يعني ساعات يقول له كل هذه الأشياء تمثل معايا في الأشكال البيانية في الوحدة 11، ما عدا مين؟ مفيش حاجة اسمها صور، مفيش حاجة اسمها خرائط، مفيش حاجة اسمها أسماء. تمام؟ هو المحاور والعنوان والاسم والمفتاح ممكن يكون موجود معاه عشان النقاط، لكن مفيش باقي الأسامي الشبيهة. أتمنى أكون لو فدتكم الجزء البسيط. أشوفكم إن شاء الله في الوحدة ال12 خلال لحظات من وقت التسجيل، إن شاء الله تستفاد. وما تنساش الشعار بتاعنا مع مستر همام الرياضة في التمام.